السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامج بصراحة وبوضوح. في أول الحلقة أحب أن أقدم كل الشكر والتقدير للسيد معالي اللواء معالي وزير الداخلية على العين الساهرة دائما لمصلحة المواطن المصري. بشكر معالي السيد اللواء وكل مساعديه إن كانوا مديرين أمن أو رؤساء لواءات رؤساء قطاع. عايز أشكر السيد معالي وزير الداخلية لأوامره إن مفيش جريمة تتم إلا لما يكون فيها عقاب. تداول فترة بسيطة على الإنترنت سلاح أبيض وبيتم القبض عليهم. معانا ظاهرة جديدة وهي عايزين مروحة للقطة مشمش. تبرعات، الكلاب الضالة، القطط الضالة. على أروقة الإنترنت يتداول قصص عديدة. واحدة تصور واحدة بتحط القطط شوية رجول، واحدة بترمي سم الكلب. أروقة الإنترنت معالي الوزير اتملت فيديوهات تسيء لمصر، تسيء لدولة ذكرت في القرآن، تسيء لدولة بها رجال شرطة دائما متواجدين في الشارع من أجل المواطن. أخيرا وبعد وقعة السيدة بتاعة أكتوبر جاء لنا مشاكل عديدة. جانا مشاكل عديدة من وراها، وهي تسجيل صوتي لأحد السيدات وتقول إنها تعمل في منظمة الرفق بالحيوان. خلصنا مع الوزير الداخلية، خلصنا من حتة حقوقي وبعمل بمنظمة حقوق الإنسان. جاء لنا وجه جديد اسمه الرفق بالحيوان. قامت السيدة إيناس الشحات بتحرير محضر رقم 7 أحوال مباحث مديرية أمن الجيزة يوم 17/5/2025 ضد السيدة بسمة النجار. السيدة إيناس الشحات هي السيدة التي ظهرت وهي تركب سيارتها أو تصطحب سيارتها في فيديو أكتوبر. قامت الأستاذة بسمة النجار بسبها علني في فيديو، وأيضا معنا تسجيل صوتي وصل لينا اللي هي حررت بيه محضر 7 أحوال مباحث الإنترنت الجيزة، بتسبها شخصيا على الواتس. كل ده عشان الرفق بالحيوان. بقت موضة يا سادة يا نواب يا معالي وزير الداخلية، بقت موضة في مصر اسمها الرفق بالحيوان. جت منين؟ طب النهارده أسامة هينزل يقول أنا الرفق بالحيوان بأنهي ضوابط؟ إيه الضوابط بتاعتها؟ إيه القانون اللي يحميهم؟ إيه الاي دي اللي معاهم يثبت الكلام دوت؟ ولا هو بقت مصر مش موجود فيها ضوابط قانونية؟ أولا أنا بشكر معالي النائب العام والسادة المحامين العموم في المحافظات والسادة رؤساء النيابات اللي قدموا وحبسوا واحد نشر فيديو قديم ليزعزع أمن مصر.
النهارده انا بطالب معالي الوزير اصطحاب الساده اعضاء الحكومه وعلى راسهم الدكتور مصطفى مدبولي بعمل قانون حمايه الشعب المصري من اروقه الانترنت شويه، قيود شويه على اروقه الانترنت. الناس النهارده بقت سداح مداح على الانترنت. يا معالي الوزير، في ناس بتنصب وتشوه صورة مصر تحت مسمى الرفق بالحيوان. احنا هنسمع جزء بسيط، ثانية، من فويس تم إرساله عن طريق الواتس الخاص بالأستاذة بسمة النجار للسيدة إيناس الشحات، اللي تم تحرير بمحضر 7 أحوال مباحث انترنت الجيزة. هنسمع منه مقطوعة صغيرة جدا علشان التسجيل اللي موجود كله خارج عن السياق العام، كله خارج عن الآداب العامة، ولكن للإثبات بالواقع هنقوم نسمع مع بعض جزء بسيط جدا. هاي، ازاي حضرتك عاملة ايه؟ انا بس كنت عايزة اقولك ان انتي هتتجابي يا قوادة يا بتاعة الاوردرات يا دعارة. بعد ما سمعنا الجزء دوت، رسالة مهمة للسادة النواب. أتمنى عمل قانون بسن قانون لاستخدام الإنترنت بمصر الحبيبة وعدم الإساءة لبلدنا الحبيبة مصر. لابد من يد رادعة، لأنه باسم الرفق بالحيوان يقوم أحد الأشخاص وهو صاحب محل أحذية باستدعاء الخارج، باستدعاء الدول الخارجة للحفاظ تحت مسمى الحفاظ على الرفق بالحيوان. ايه شغلته؟ هو خريج ايه؟ انا معرفش، لاني ما عنديش معلومة كاملة عن ايه مهنته الحقيقية، او هو خريج جامعة ايه، او دراسته ايه. لكن اللي الناس بتشوفه على الانترنت تقول ان مصر مرعبة، مصر ما ينفعش فيها السياحة عشان الكلاب الضالة الكتير، علشان السادة اللي بيقولوا ان هم بيعملوا بالرفق بالحيوان. بقى كل الشعب المصري على الانترنت الرفق بالحيوان. انا عايز اقول انه الحلقة القادمة، الحلقة الجاية، بمستندات وبفيديوهات عن كل كلمة انا قلتها. اتمنى من السادة النواب للمرة المليون سن قانون لاستعمال صورة مصر بقت سيئة جدا بسبب الانترنت، بسبب انه مفيش قانون لمحاسبة من يسيء للدولة، لمحاسبة من يسيء للدولة مرة تانية تحت أي مسمى، تحت مسمى حقوق الإنسان، تحت مسمى الرفق بالحيوان. أنا عايز أقول للسادة النواب والسيد وزير الداخلية إن أنا فوجئت بفيديوهات لسيدات بتلم تبرعات للرفق بالحيوان، ولجان الزكاة خالية من الفلوس عشان نقدر نساعد الأيتام والأرامل، وطالعين نقول عايزين مروحة لمشمش أو مروحة لبوسي عشان أنا عندي بربي قطط وعايزة لهم مروحة تهولهم لأن الجو حر عليهم. بيلموا تبرعات بمبالغ طائلة. أتمنى انتباه السادة رؤساء، السادة النواب والسادة أعضاء مجلس الوزراء بسن قانون
لإيقاف المهزلة التي تحدث داخل أروقة الإنترنت، إن كان من لم تبرعات للرفق بالحيوان أو الإساءة لمصر تحت مسمى الرفق بالحيوان، أو استدعاء الخارج للرفق بالحيوان، أو الإساءة لمصر عموما. يا معالي الرئيس، فيديوهات تسيء لمصر، الحقونا الحقونا، الإنترنت يسيء لمصر. مطلوب قانون لضبط ما يحدث داخل أروقة الإنترنت. للحديث بقية، الحلقة الجاية هيبقى معانا مستندات على التبرعات اللي تم لمها علشان مروحة لبوسي ومروحة لمشمش تحت مسمى الرفق بالحيوان، وطلع كله هوى، نصب واحتيال جديد. انتظرونا الحلقة القادمة بمستندات عن الرفق بالحيوان وما يحدث داخل مصر باسم الرفق بالحيوان. السلام عليكم.